السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده بورسعيديه اصليه. هنعمل مع بعض طريقه البكلاويز البورسعيدي البلدي بطريقه سهله وبسيطه، وازاي نطلع منه احلى شوربه. حكايه شويه شوربه كده يا جماعه، مزاج عالي جدا. هنتعلم كمان نعمل مع بعض جنبه كده طحينه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وفيها تركايه كده جديده. قبل ما نبدأ وصفتنا اللذيذة ديت، متنسونيش في اللايك والشير ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. هيكون معايا حبايبي البطل بتاعنا النهارده البكلاويز البورسعيدي. ده شكله الحبايبي اللي ما يعرفوهوش. البكلاويز البلدي بيبقى شكله ولونه كده، في انواع كتيره طبعا بس ده البلدي. تمام، بيعمل شوربه حلوه جدا جدا. هيكون معايا كمان توم مهروس حوالي معلقتين كبار، فصين من المستكه. معايا بهارات كزبره، ومعايا كمان جوز الطيب، ملح وفلفل اسود، ومعايا كمان جنزبيل وكمون. وهيبقى كل حاجة معلقة صغيرة ما عدا الفلفل نص معلقة صغيرة. حلتنا على النار، نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، نزلت عليهم كمان بفصين من المستكة. المستكة هنا بتدي ريحة حلوة قوي للشوربة بتاعتي ومهمة جدا حبايبي. اول لما المستكة بتاعتي كده تدوب واشم ريحة كده حلوة للمستكة مع الزيت بالشكل ده، هبدأ انزل حبايبي بالثوم المهروس. انا هنا حطيت حوالي معلقتين كبار من الثوم المهروس. هقلب كده التوم بتاعي. انا مش عايزه التوم ياخد اللون، انا عايزه التوم بتاعي يبقى ابيض بس، ياخد صدمه كده بس كده، ويبقى لونه ابيض زي ما هو عادي. بعد كده حبايبي نزلت بالبكلاويز بتاعي. البكلاويز بتاعي عايزه اقول لكم مغسول كويس قوي ونقعاه. اهم حاجه حبايبي تغسلوه كويس قوي. طريقه غسله ازاي؟ بتضيفي كده ميه وملح عليه شويه، تنقعيه حبه وبعد كده تغسليه بميه من غير اي حاجه خالص، يتنقع كويس وبعد كده يتصفى ويتغسل تحته ميه جاريه عاديه خالص ويتصفى كويس قوي. اهم حاجه ما يبقاش فيه اي ميه. هبدا دلوقتي بعد ما اتاكدت من نظافته وضفته على التومه بتاعتي كده بالشكل ده حبايبي، هقلبهم تقليبه مع التومه بس كده من غير اي بهارات في الاول. بعد كده هبدا اضيف البهارات بتاعتي براحتي. هنا ضفت الجنزبيل ونزلت عليها كمان بجوز الطيب. عايزه اقول لكم الجنزبيل وجوز الطيب اساسي معايا في الشوربه بتاعتي او في البكلاويز بتاعي. نزلت كمان بملح وفلفل زي ما قلت لحضراتكم، الفلفل حوالي نص معلقه صغيره، ونزلت كمان بالكزبره. اخر حاجه هنزل بيها الكمون. انا مش هنزل بالكمون الوقت خالص عشان ما يمررش الشوربه معايا. هقلبه كده تقلبتين واسيب الكمون. يعني انا نزلت بالبهارات كلها ما عدا الكمون، هنزله في اخر غلوه خالص. تمام. هبدا حبايبي كده اقلب البهارات مع ريحه التومه مع المستكه، وشموا بقى الروايح الجنان بتاعه التتبيله وبتاعه البكلاويز. حاجه كده في منتهى الجمال. في التوقيت ده حبايبي بدأت انزل عليه كده بمية من الكتل. عايزة اقول لحضراتكم حاجة، المية يا دوب تغطيه، حاجة بسيطة جدا. مش عايزين شوربة كتير، انا عايزة طعم الشوربة يكون مميز وحلو وغني جدا. يعني يا دوب كده البكالويز بتاعي باين ازاي ده كده تمام. هسيبه كده يغلي غلوة واحدة بس كده. بصوا حبايبي، اول ما غلى بدأ يفتح معايا خلاص كده، فتح وشرب من التوابل اللي حطيناها مع بعض وشرب من طعم التومة والمستكة. عايزة اقول لكم هيبدأ يغلي كده، يعمل شوية شوربة في منتهى الطعامة وفي منتهى اللذاذة. هقلب كده تقلبتين معايا حوالي 10 دقايق. بصوا ما شاء الله شوية شوربة لونهم فاتح ازاي، طعمهم كده علاج. شوية شوربة كده طعمه مميز جدا. كل ده انا لسه ما ضفتش الكمون. هبدأ الوقت اضيف الكمون بعد ما غلى حوالي غلوتين. يبقى انا استنى لما البكلاويز بتاعي يغلي غلوتين بس، وبعد كده هضيف الكمون اخر حاجة. هيقعد معايا حوالي 10 دقايق بس، هو ما بياخدش سوا. بصوا حبايبي لون الشوربة بتاعتنا وقوامها عامل ازاي، رهيبة. 10 دقايق بس هسيبها كده على نار هادية، وبعد كده هطفي عليها. يبقى كده معايا خلص تمام. يلا بينا نحضر طحينة حلوة مميزة كده. هعملها لكم النهاردة باللبن. ايوه هعملها باللبن. عايزة اقول لكم طريقتها جديدة وجميلة وطعمها حلو قوي قوي. هيبقى معايا حبايبي كده طحينة الخام بتاعتنا، طحينة بيضة. معايا معلقة صغيرة من التوم المهروس، معايا فلفل وملح وكمون، كل ده نص معلقة صغيرة، ومعايا ليمونة، ومعايا نص كوباية من اللبن. تمام. اول حاجه حبايبي هنزل على اللبن بتاعي بالليمون. انا عايزه اللبن بتاعي يتقطع او يتحول كده للبن قاطع. طيب ما عندكيش لبن ممكن تحط زبادي عادي خالص وتستغني عن موضوع اللبن ده خالص. انا هنا ما عنديش زبادي وعندي لبن، فنعمل الحركه دي هيها بالظبط وبتدي طعم وتست حلو قوي. الوقت كده بعد ما ضفت الليمون اتحول معايا، بصوا عامل ازاي، للبن رايب. تمام، قطع كده معايا، ده القوام المظبوط.
هبدأ الوقت يا حبايبي أضيف كده اللبن بتاعي بعد ما قطع على الطحينة بتاعتي. تمام، هقلب كله كده مع بعضه كده بالشكل ده لحد لما الطحينة معايا تفك بالتدريج بالشكل ده يا حبايبي. انا هنا ما ضفتش ميه ولا اي حاجه، انا عايزه ادوب اللبن مع الليمونه مع الطحينه بتاعتي، يبقى بالقوام ده، يبقى عامل شبه كريمي كده. بصوا عامل ازاي، يبقى قوامها كريمي وحلو كده بدون اي اضافات. بعد ما يوصل للمرحله الكريميه الجميله ديت، هبدأ الوقت يا حبايبي انزل باقي المكونات معايا، اللي هي التوم والملح والفلفل والكمون. تمام حبايبي، هبدأ كده اقلب كل الحاجات الحلوة دي مع بعض، الطحينة بالثوم بالملح والفلفل والكمون، هقلبهم تقليبة حلوة كده لحد لما البهارات تتمزج مع الطحينة كويس قوي. هنا طبعا قوام الطحينة بتاعتي تقيل، هبدأ اخففه بالمية عادي خالص. انا هنا ضفت شوية مية في نفس البولة اللي كنت ضايفة فيها اللبن، شوية بالتدريج كده، حبة حبة كده، وافكهم بالشوكة كده بالشكل ده حبايبي، اقلب كده لحد لما احصل على القوام المناسب معايا. يعني واحده واحده كده بنزل الميه وافك في نفس الوقت كده بالشوكه او بالمعلقه، اقلب كويس قوي كده، افك الطحينه من بعضها لحد لما اخد قوام كريمي حلو كده، ولا خفيفه قوي ولا تقيله قوي. تمام، وسط، يعني قوام وسط كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك كده، تمام وزي الفل. وعايزه اقول لكم شويه طحينه عسل، هنفضيهم كده مع بعض كده في اطباق التقديم بالشكل ده حبايبي. شوفوا قوامها ما شاء الله، شوية طحينة في منتهى الجمال، تست اللبن او تست الزبادي بيدوا كده قوام طحينة حلو قوي قوي. هنا زينتها كده بشوية خضرة وكده، ما شاء الله جهزنا احلى طبق سلطة طحينة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. وهنا كمان قدمت البكلاويز بتاعنا، بص اللهم بارك، طريقته سهلة وبسيطة جدا، مع شوية شوربة في منتهى الطعامة وفي منتهى اللذاذة. وعملت جنبهم كمان شوية كده بطاطس محمرين جنب سلطة الطحينة بتاعتنا. أكلة كده خفيفة وجميلة، تنفع معاكي وجبة غدا، تنفع معاكي وجبة عشاء، طريقتها سهلة وبسيطة جدا. عايزة أقول لكم شوية الشوربة طعم، أهم حاجة عصرة الليمون اللي حضراتكم شايفينها ديت، لازم نعصر شوية ليمون حلوين كده. وألف هنا وشفا على حبايبكم وعلى قلوبكم، طريقتها جميلة، أتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات، وإن شاء الله هتدعوا لي. أتمنى تكون وصفتنا كده نالت إعجابكم. طريقة عمل البكلاويز البلدي البورسعيدي على أصوله، عملنا جنبه كده شوية طحينة حلوين بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا مستنيين إيه؟ متنسوش اللايك والشير، أشوفكم إن شاء الله في وصفات أحلى وأحلى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.